السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة بسكوت الحليب الساخن زي ما انتوا شايفين قد ايه دايب وجميل مع كوباية شاي مع فنجان قهوة. طريقته بسيطة ومقاديره كمان بسيطة. هنشوف مع بعض المقادير بتاعتنا. معايا كوباية من السمنة، طلعينها كده من التلاجة تكون متجمدة زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نستبدلها بسمنة على زبدة، وممكن بسمنة بس او زبدة بس، بنفس المضج اللي هنعمل بيه المكونات كلها. كوباية الا ربع من السكر المطحون، اخلطهم بقى بالمضرب الكهربائي وممكن بالمضرب العادي او بايديكي عادي جدا. نخلطهم لحد ما يعملوا فوم ويعملوا اللون الابيض اللي انتوا شايفينه زي الكريمة كده. هنزل عليهم ببيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ، ومعاها كيس من الفانيليا معلقة صغيرة. هننزل كمان بربع كوباية من الزيت و3 معالق من الحليب الساخن، 3 معالق كبار بيخلوا البسكوت بتاعنا يكون كريمي. ونزلت بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنخلطهم كويس مع بعض لحد زي ما انتوا شايفين كده ما يعملوا اللون الابيض ويختلطوا بالشكل ده ويبقوا كريمي جدا زي ما انتوا شايفينهم كده. معايا بقى 3 كوبايات من الدقيق، انا نخلاهم وحاطه معاهم رشة من الملح. طبعا الدقيق بيختلف عن الدقيق التاني، يعني انا اخد معايا 3 كوبايات، ممكن في دقيق تاني ياخد 3 كوبايات ومعلقتين او 3 معالق على حسب ما هياخد معاكي ويلم معانا من العجينة، يلم العجينة زي ما انتوا هتشوفوا معايا. البسكوت ما نحبش نعجن فيه كتير عشان ما ينشفش معانا، احنا عايزينه يبقى دايب كده معانا زي ما انتوا شايفين. مجرد بس ما بنلم كده لحد ما دي يختفي ويبقى بالشكل ده، بتبقى لينة زي ما انتوا شايفينها كده، طرية جدا وفيها لزق، بتلزق على بسيط في الايد. تمام زي ما انتوا شايفينها كده. وطبعا زي ما قلنا على حسب الدقيق. بعد ما تعمل معايا بالشكل اللي شايفينه ده، ناعم جدا ولازقة كده ايه على خفيف. عندي بقى كيس حلواني وعندي البلبلة زي ما انتوا شايفينها كده بتاعت البسكوت، بس الكيس ما عملش معايا فاتصرفت. طبعا ما كانش عندي اكياس من اكياس التلاجة فعملتها بالشكل ده. يعني مفيش حاجة بتقف معاكي ونعمل كل حاجة. دخلت كده العجينة فيها بالشكل ده في البلبلة زي ما انتوا شايفين كده. عايز تعمليها صغيرة، بسكوتة كبيرة شوية، كل واحد على حسب برضو ايه ما بيحب شكلها. وكانت سهلة اهي، ما بتاخدش معايا اي وقت، وعشان العجينة معايا طرية جدا كانت في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفينها. نسيب كده بين واحدة والتانية مسافة. وبعد كده عملتها بقى عشان تبان في الكاميرا كويس، عملتها على المفرش السيليكون زي ما انتوا شايفين طالعة ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابينها كبيرة حابينها صغيرة زي ما انتوا عايزين. وبدأت اعملها بالشكل ده برضو عشان تبان ان مفيش حاجة بتقف، واي حاجة بنعملها في البيت يعني نتصرف في اي حاجة مش هتقف. لحد بقى ما نجيب الاكياس بتاعة التلاجة او اكياس حلواني تاني ونعملها. تمام زي ما انتوا شايفين كده. خلص بقى الكمية كلها اللي عندي اللي عملتها من ال3 كوبايات. وزي ما قلتلكوا ان دي بيختلف، ممكن ياخد اكتر من 3 كوبايات وممكن لا مش هياخد اقل، يعني على حسب ما العجينة تلم معاكي.
لحد ما خلصتهم وبقوا بالشكل ده. عملت صينية كبيرة زي ما انتوا شايفينها كده وصينية صغيرة. تمام زي ما انتوا شايفين. مولعين بقى الفرن وهنحطه فرن سخن في الرف الاوسط. انا ما بفتحش عليه خالص الشوايه، وبيستوي ما بياخدش معانا وقت كتير، وبرضه على حسب كل واحد والفرن بتاعه. يعني اخد معايا انا 25 دقيقة وطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طريقته بسيطة ومكوناته كمان بسيطة وما بياخدش معانا اي وقت، بس بيبقى جميل جدا. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام زي ما انتوا شايفينه كده، ودي التسوية بتاعته زي ما انتوا شايفينها. ده يبقى جميل وطعمه جميل جدا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تمام زي ما انتوا شايفينه قد ايه ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطلعنا بسكوت الحليب الساخن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.